السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. رجعت معكم بفيديو آخر ووصفة جديدة. ودائما قبل ما نبداو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم غادي نشارك معكم الغديوه اللي وجدت. غادي نشارك معكم حوته معمره في الفران. انا عمرتها بالرز. الحوته كتجي صراحه زوينه بزاف، كتجي بنينه، واحد الشرموله اللي كتجي لذيذه بزاف. بلا ما نقوي عليكم وندوزو مباشره. هنا غادي نحتاج، هنا عندي حوته كبيره اللي كنكون غسلتها، حيدت لها الاحشاء ديالها وغسلتها مزيان. هنا غادي ندوز نحضر معكم التشرموله باش غادي نتبل هاد الحوته. اول حاجه غادي نجيب الثومه اللي غادي نحكها. انا درت 3 الفصوص ديال الثومه كبار. نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو ديال الثومه، الا كتبغيو الثومه كثيره ديروا الثومه كثيره. انا درت غير 3 ديال الفصوص كبار. هاد الطريقه ديال التشرموله كتجي بنينه بزاف في الحوت. كنصحكم انكم تجربوها. كيجي داك الحوت كيجي مشرب، مشرب العطريه، كتجي صراحه رائعه. هنا غادي ناخذ واحد الكميه كثيره ديال القزبر ومعدنوس. غادي ناخذ شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، نص معلقه كبيره ديال الكمون. بالنسبه للكمون هو اهم حاجه، يعني حاولوا انكم تقووا شويه حيت المذاق ديالو كيجي زوين في الحوت. هنا عندي الملحه، وحاولوا انكم تقووا الملحه شويه حيت الحوت في الفرار كيبغي الملحه. صافي هادشي اللي غادي ندير في التتبيله، غير القزبر والثومه والعطريه، هادشي اللي كندير. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، غير معلقه ديال الزيت، ما كنقويش الزيت بزاف في هاد التشرموله. صافي هنا غادي ناخذ تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء، هو اللي غادي نخلط به هاد العطريه وهاد القزبر وهاد الثومه. ما كنقويش الماء بزاف. دائما التتبيله خصها تجينا، او التشرموله خصها تجينا هكا شويه عقده، ما تجيناش هكا مميها. صافي هنا غادي ناخذ الحوته وغادي نحاول هكا ندخل فيها هاد العطريه مزيان. صافي يعني من الجوانب وحتى من الوسط. بالنسبه للحوت ديروا اي نوع د الحوت بغيتو، ما كاينش مشكل. هنا من بعد ما دخلت العطريه او التشرموله في الحوته مزيان، انا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الروز. دائما الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها. غناخذ واحد الكميه ديال الروز اللي كنكون سلقتها مع مليحه. غادي نزيدها الى، يعني غنزيدها على التشرموله اللي بقات ليا ديال الحوت. صافي غادي نخلط الروز مع التشرموله مزيان على هذا الشكل. صافي غادي نعمر الحوته. بالنسبه للحوته تقدروا تعمروها بالروز، تقدروا تعمروها حتى بالشعريه الصينيه، راه ما كاينش مشكل، يعني بجوج كيجيو زوين. لكن هاد المره بغيت نشارك معكم ديال الروز حيت كتجي صراحه بنينه بزاف. صافي هنا غادي نحل الحوته وغادي نحاول هكا نعمرها مزيان بالروز. هاد الشرموله ديال الحوت راه كتجي بنينه بزاف، يعني ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تجربوها. صافي هنايا غادي نعمر هاد الحوته مزيان. صافي هنا من بعد ما عمرتها غادي نخليها على جنب، او قبل غادي نحاول هكا نفلحها شويه باش يعني كطيب ليا بسرعه. صافي هنا كناخذ غير الموس، كنحاول هكا نشلخها شويه على هاد الشكل، يعني تقريبا 3 ديال الشلخات. صافي غادي نخليها على جنب. غادي نجيب الطبسيل نفسه اللي درت فيه التتبيله، يعني باقي ما غسلتوش. غادي نقطع فيه البطاطا الى دوائر. تقدروا ديروا اي نوع ديال الخضره مع هاد الحوته، ترافقوه يعني ترافقوا مع الحوته، راه ما كاينش مشكل، كتجي اي نوع الخضره درتو مع الحوته راه كيجي زوين. انا غادي ندير غير البطاطا والفلفله والمطيشه. صافي هنا غادي نقطع البطاطا الى دوائر. صافي غادي نرشها يعني بشويه ديال الملحه. الا بغيتو انكم ديروا يعني تبلوا البطاطا قبل ما ديروها في اللاطه، يعني ديروها ما كاينش مشكل، لكن انا ما كنفضلها كندير لها غير مليحه ونحطها في اللاطه، وراه صراحه كطيب كتجي بنينه بزاف. صافي هنا غادي نحاول هكا نستفها في اللاطه على هذا الشكل. ودائما بالنسبه للخضره ديروا اي خضره عندكم، اي خضره متوفره عندكم، راه كتجي زوينه في اللاطه.
وطبعا اللاطه كنكون يعني دهنتها شويه بالزيت قبل ما ندير فيها الحوته قبل ما ندير فيها الخضره. صافي هنا من بعد ما ستفت البطاطا كامله اللي عندي في اللاطه غادي نجيب الفلفله كذلك اللي قطعتها الى دوائر. صافي غادي نحاول هكا نديرها من الفوق. صافي غادي نديرها على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الفلفله. بالنسبه للفلفله انا درت تقريبا هنا 2 ديال الفلفلات اللي قطعتهم الى دوائر. بالنسبه للبطاطا درت تقريبا 3 ديال البطاطات اللي قطعتهم كذلك يعني كذلك الى دوائر. هنا صافي من بعد ما درت الفلفله غادي ناخذ هكا يعني الحامض غادي نقطعو هكا الى طرونش بحال هكا وغادي نحاول نزينو من الفوق. يعني طبعا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري تزينو بالطريقه اللي بغيتو. انا غادي نجيب المطيشه تقريبا هنا عندي 2 ديال المطيشات اللي قطعتهم الى دوائر وغادي نزينهم من الفوق على هذا الشكل. صافي هنا غادي ناخذ الكميه ديال القزبر والمعدنوس اللي خليت. ضروري كنخلي شويه ديال القزبر والمعدنوس باش كنديرو من الفوق كيعطينا واحد الشكل اللي زوين. صافي هنا غادي نحاول هكا نرش واحد شويه ديال الملحه من الفوق باش يعني كطيب ليا اللاطه كطيب ليا مالحه ما كتجينيش هكا مسوسه. صافي هذه هي اللاطه ديالنا من بعد ما هكا وجدناها وقاديناها دابا غادي ندخلوها للفران طيب لينا ونتلاقاو من بعد ما طيب ليا اللاطه ديالي. وهذه هي اللاطه من بعد ما وجدات لينا. شوفوا معايا الشكل كيفاش كتجي، شوفوا معايا اللوين كتجي صراحه رائعه. هنا راه يلا خرجتها من الفران باقا سخونه. شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه رائعه ما تشبعوش منها. الخضره كتجي طيبه، الحوته كتجي طيبه، الروز كيجي بنين بزاف. يعني ما تشبعوش منه. كنتمنى انكم تجربوا هاد اللاطه وتردوا عليا كيفاش جاتكم. يعني وتشرموله اللي ساهله يعني ما درناش فيها شي حاجه اللي هي كثيره غير القزبر ومعدنوس وشويه ديال العطريه فقط. وكتجي واحد التتبيله اللي كتجي بنينه بنينه بزاف. تقدروا يعني تتبلوا بها اي نوع ديال الحوت عندكم راه كتجي صراحه زوينه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.